ايه يا اتش، انت بردان ولا ايه؟ لا، اصل الشتاء شكله قرب. اقعدي يا ريهام، اقعدي. بتعمل ايه؟ قاعد بلعب. خلاص بقيت بتحب تلعب مع نفسك؟ ولا بتهرب لحسن خايفة اكسبك زي زمان؟ الدور ده اصله صعب عليك يا ريهام. حاسب على كلامك يا اتش. وبعدين الجيم ده باين عليه سهل وخلصان يعني. هو بقى سهل وخلصان، بس بعد ما اتعمل وراه شغل كتير قوي. شوف يا ريهام، الشطرنج ابيض واسود، حتت كبيره ملهاش اي لازمه غير انها بتحمي الملك. مش مهم تخسر قد ايه، ومش مهم تاخد وقت قد ايه، المهم ان انت تاكل ملك الخصم قبل ما ملك الخصم ياكلك. اهم حاجه تضرب تحصينات الخصم، ما تخليش اي حمايه في ظهره. بعد كده خليه ياخد خطوته، وخليه يفهم انه ممكن يكسب. العربيات وصلت. انت في عربية ولا في عربية؟ يلا يا ابني بسرعة انت وهو. الحمد لله على سلامتك يا ابن العطارين. كنت متأكد انك جاي. بعدها تحرك له قطعة ما كانش يتخيل انك ممكن تحركها له دلوقتي. واقف عندك يا زكريا. زكريا، انتوا جايين لي انا بقى. شفت؟ السلاح فين؟ انا معيش غير سلاحي الشخصي اهو، وده مرخص، والسلاح اللي مع الرجاله وبرضه مرخص، مترخص من الداخليه، من ظباط زيك بالظبط يا باشا. قولوا لي ايه اللي انتوا محتاجينه بالظبط عشان اساعدكم؟ بقول لك يا زكريا، السلاح هيتجاب بس ساعتها هتدور على اللي يساعدك مش هتلاقي. بس ده مش كفايه، لازم تستغل ان في قطع عندك بتعرف تنط، تحركها فجأة تربك الخصم.
ولازم قبلها تشل أهم قطعة قبل الملك، الوزير. دلوقتي خصمك شبه وقع وخسر قطع كتير، بس ما خسرش الدور عشان لسه معاه الملك. أهم حاجة إنك تحسس الخصم بإنك أغبى منه، وإنه هو أقوى منك، وإن كل القطع اللي أنت كسبتها كانت مجرد صدفة. ساعتها هيتحرك ويغلط أكبر غلطة وياكل أول حاجة يلاقيها في وشه. بس الحقيقة هي قطعة ملهاش لازمة، مجرد عسكري انت مضحي بيه. قفل لي يا ابني المداخل والمخارج. أكرم! أكرم! أنا خايفة يا ماما، أنا خايفة. هو اللي بيحصل لنا ده هم يعملوا فينا إيه؟ عشان يبقى في الآخر كش ملك.